يا هلا بيك يا صاحبي في عالم الايجيبشن راجل مظبوط. خش عليا بقصه واد اسمه جيمي، بس مش اي جيمي، ده مستر بيست ملك الحركات والاشتغالات. الواد جيمي بيبدا الفيديو وهو متبهدل على الاخر وواقف في الشارع وبيقولنا بصوا يا جدعان انا اتقلبت في قرشني بالغلط، دخلت على جماعه بتوع الجيمنج والستريمرز على موقع تويتش وقعدت اوزع فلوس يمين وشمال لحد ما صحيت الصبح لقيت نفسي على الحديده وما عنديش بيت يلمني. ومش بس كده، ده شركات الانتاج مستلماني ومطيره ارباح قناتي اول باول. طبعا اي بني ادم طبيعي مكانه هيقعد يعيط، انما جيمي دماغه مكلفه. قالك بقولك ايه، انا هروح اشتري عربيه لامبورجيني من بتوع الاغنياء دول، اعمل بيها فيديو يطير في العالي ويجيب ملايين المشاهدات، وعشان اظبط المصلحه وما بقاش مشرد في الشوارع. ده طبعا لو الشركات ملطشتش الارباح مني تاني. الواد جيمي اخد بعضه وطلع على معرض لامبورجيني، داخل بهدومه المقطعه ومنظره اللي ما يدلش على انه معاه 8 كيس شيبسي. الموظف هناك شافه وبدل ما يكرشه او يجيب له الامن لقيناه بيكلمه بمنتهى الادب والاحترام. جيمي بيلف حوالين العربيات وبيساله بكل براءه بقولك ايه يا كابتن، هي العربيات دي بتعمل كام كده في سوق الجمعه؟ الموظف بابتسامه صفرة قاله والله يا فندم الاسعار هنا حنينه خالص، بنبدا من 130 الف دولار وتقفل معاك على نص مليون دولار بس. جيمي طبعا مش قليل، عمل نفسه مش مخضوض وقاله يا بلاش. طب قول لي بقى، هي النومه جواها مريحه؟ اصلا انا ما عنديش مكان انام فيه وكنت بفكر اعيش جوه العربيه وهكون اول واحد يعملها. الموظف بلم وفضل يبص له وهو مش دو ومش فاهم ده مجنون ولا ملياردير ومتنكر. وجيمي كمل رغي وقال له طب وريني كده ارخص حتة عندك هنا بكام؟ الموظف شاور له على العربيه وقاله دي ب 200 او 205 الف دولار كاش يا فندم. جيمي بص للكاميرا وقال يا جدعان الموظف ده طيب بزياده ولطيف معايا بشكل يرعب، انا بدات اقلق. بس ثانيه واحده كده، هي العربيه دي ما فيهاش حامل اكواب كاب هولدر؟ بقى عربيه ب 200 الف دولار وما فيهاش مكان احط فيه كوبايه القصب؟ يلا مش مشكله، هات المحفظه يا ابني ويلا نشتريها. قعدوا في المكتب وجيمي مضى الاوراق وخلص المصلحه وطلع للكاميرا بره وهو ماسك المفتاح وبيقول رسميا يا جدعان بقيت صاحب عربيه لامبورجيني. انا طبعا كان الاولى بيا اروح اشتري شقه تلمني بدل المرمطه دي، بس يلا كله لاجل عيون الفيديو والمشاهدين. بس تعرفوا اكتشفت ان شركه لامبورجيني عندها سيستم كده انهم يعاملوا اي زبون باللطف مهما كان شكله كحيان، عشان كده الموظف ما كرشنيش. على العموم الفيديو ده اخره مفاجاه، احنا هنلف لفتين بالعربيه دي وفي اخر اليوم هنرجع المعرض تاني ونبيعها ليهم. اتفرجوا للنهايه عشان تشوفوا صدمه الموظف هتبقى عامله ازاي. وطبعا الحظ المظبوط مبسبش جيمي، اول ما ركب العربيه وطلع بيها على الاسفلت السما اتقلبت وضربت مطره مجنونه بغزاره. جيمي قاعد ورا الطاره وعينيه طالعه لبره من الرعب وبيقول يا جدعان انا عمري في حياتي ما سوقت لامبورجيني، مش عارف بتساق ازاي اصلا. ودي طبعا مش الاجواء المثاليه خالص لواحد مجنون في العشرين من عمره انه يجرب يسوق وحش زي ده في المطره. انا خايف هو انا دايس حاجه غلط. فجاه لقوا دخان كتير طالع من ورا وصوت الموتور ضربه في العالي زي الرعد. جيمي صرخ وقال الحقوني العربيه بتعمل دوشه غريبه وانا رجلي بتخبط في بعضها. بس للامانه يا جدعان الوحش بتاعنا شكله ياخده ويجنن في الشارع. الواد جيمي بدا يتعود على السواقه شويه وقال ياه السواقه فيها ناعمه ولذيذه بشكل مش طبيعي، بس برضه مش حابب الموضوع. رعب يا جدعان، دي عربيه ب 200 الف دولار وعشان كده انا طلبتها اوتوماتيك عشان معكش الدنيا وابوظ الموتور. وبص لصاحبه وساله بقول لك ايه، معانا كام في المحفظه كاش كده؟ صاحبه بص في الجيب وقال له معانا كام دولار فكه كده يمشوا الدنيا. جيمي دخل على شباك الطلبات في ماكدونالدز وهو راكب اللامبورجيني وبص للموظفه بكل ثقه وقالها بقول لك ايه يا انسه، ما عندكوش همبرجر من ابو جنيه ونص ده؟ اصلا انا فلست والفلوس كلها طارت على العربيه دي. الموظفه طبعا بصت له ببرود ولا تهزت ولا عبرت العربيه. جيمي بص للكاميرا وميت من الضحك وقال يعني انا دافع 200 الف دولار في عربيه وفي الاخر مش لاقي حتى كلمه اعجاب ولا مدح من بتاعه ماكدونالدز؟ طب هاتولي طلب نباتي عشان انا ما باكلش لحمه. جيمي نزل وقال يلا يا تشاندر جه دورك عشان تتدلع، عيش حياتك يا بطل. تشاندر ركب وميت من الفرحه وقال انا مستعد يا جيمي. طلعوا بالعربيه ولقوا شله عيال صغيره في الشارع. جيمي بص لهم وقال بصوا يا جدعان احنا هنعمل عليهم لقطه ونستعرض بالعربيه بنفلكس عليهم والعيال هتتجنن، بس لو ما مدحوش العربيه انا هزعل قوي. تشاندر هدي السرعه وجيمي فتح الشباك وقالهم هي يا شباب ايه رايكم في عربيتي الجديده؟ العيال صرخوا من الفرحه وقالوا واو شكرا ليك. جيمي قال قشطه كده يلا نركن بقى ونشوف الشغل اللي بجد. جيمي نزل من العربيه وقال بما ان شكلي شكل واحد مشرد ما عندوش مأوى، تعالوا ندخل المحلات الفخمه دي ونصرف قرشين ونشوف رد فعل الناس هيبقى عامل ازاي. جيمي دخل محل هدوم ماركه وبص للموظفه وقالها بلقم لو سمحتي انا بدور على بنطلون ما يكونش فيه قطوعات ولا خروم كده، الجينز ده لذيذ بكام كده؟ الموظفه قالت له ب 168
$50 يا فندم. جيمي حب يعيش الدور اكتر وقالها طب ما عندكيش حاجة اغلى شوية سعرها يفتح النفس؟ الموظفة بصتله وابتسمت وبدأت تطلع له الهدوم الغالية من غير ما تتكبر عليه. جيمي اخد الهدوم وبص للكاميرا وقال يا جدعان انا واقع في مشكلة عويصة. احنا كنا متوقعين ان الناس هتعاملني بلقم وقلة ذوق بسبب منظري الكحيان ده، بس لحد دلوقتي كل ما ادخل مكان الاقي الناس لطيفة قوي معايا ومبتسمة. دخل محل تاني واشترى منشفة فوطة غالية قوي وبص للكاميرا وقال اهو اشتريت فوطة تقركش من كتر الغلا بس كنت محتاجها عشان مبهدل شوية. وفي الوقت اللي جيمي واصحابه عمالين يتنقلوا من محل لماركة عشان يلقطوا رياكشنات الناس، حصلت الكارثة اللي ما حسبناش حسابها. الواد غريت وهو بيسوق الشحنة الحمراء الكبيرة في الموقف بام خبط عربية مركونة وبوظ الدنيا. لا ونكذبش عليك يا صاحبي الموضوع مش مقلب، دي خبطة بجد ومنظرها يزعل. الواد اتشندر من كتر الخضة صابه مغص ومش قادر، وجيمي واقف مذهول وبيقول يا نهار ابيض بصوا يا جدعان ايه اللي حصل؟ انا لسه حالا قايل تعالوا نخلي غريت يسوق اللامبو وربنا ستر وما سقهاش، اهو عك الدنيا في الشحنة الكبيرة ومش عارف يتحرك بيها من غير ما يزود الضرر. غريت بدأ يتحرك براحة وجيمي بيوجهه ايوه كده كمل تمام بس كده قشطة. جيمي بص للعربية المصدومة وقال يا ترى العربية دي تعمل كام؟ $3000 مثلا؟ طب بقولكم ايه ما تيجوا نسيب $10,000 كاش فوق كبوت العربية ونخلع؟ انا صراحة صعبان عليا صاحب العربية ونفسي ادخل اشتريها منه حالا واريح دماغي، او تيجوا نديله اللامبورجيني مكانها وخلاص. صاحبه كريس بص له وقال له يا جيمي انت مجنون؟ العربية ورا فيها كرسي اطفال، يعني صاحبها عنده عيال ومش هيعرف يحط الكرسي في اللامبو، وبعدين مش منطقي خالص توزع عربيات بالسعر ده في الشارع، الموضوع مش مضحك. جيمي قال طب والعمل؟ انا لازم اشتري لها عربية جديدة، احنا خبطنا عربية الناس والمنطق والاصول بيقولوا اننا نعوضهم فورا. غريت انزل من العربية دي، انت ممنوع من السواقة لاخر العمر، اسحبوه يا جدعان بره الماتور ده مش وش نعمة. جيمي بص لكريس وقالوا حولي مبلغ كده من البنك عشان اروح اشتري لها عربية زيرو، احنا محتاجين محتوى. واهو غريت عملها مصلحة وبوظ العربية دي سعرها على النت $3000 واحنا عملنا فيها خدش مش لطيف وانبعاج مظبوط، وبحسبة بسيطة كده احنا لازم نديلها $20,000. كريس قال بالحسبة دي يبقى عندك حق يلا بينا. جيمي قال لك بقول لكم ايه يا جدعان احنا هنجيب 6 كراسي من بتوع الحدائق ونيجي نعسكر ونعمل معسكر تخييم هنا في قلب الجراج ونقعد مستنيين صاحب العربية لحد ما يظهر. انا شايف ان الحركة دي هتبقى مطرقعة والناس هتموت من الضحك. واخدوا بعضهم وطلعوا على وول مارت واشتروا كراسي وجابوا العاب تسلية عشان الوقت يعدي. وجيمي جاب كيس نوم وقال لك اهو نقعد نلعب اونو ودما لحد ما الفرج يجي، وانا شكلي هنام هنا الليلة وانا متغاظ. وهم قاعدين مستنيين في الممر وجنبهم الوحش اللامبورجيني والشحنة الحمراء والعربية المخبوطة. تليفون كريس رن وكان مكالمة من والدته. جيمي خطف التليفون وقالها اهلا يا طنط انا جيمي، بقول لك ايه الواد غريت خبط عربية بالغلط واحنا واقفين في موقف العربيات، ايه رأيك في العملة دي؟ الأم صرخت من الخضة وقالت يا نهار أبيض خبطها باللامبورجيني. جيمي ضحك وقالها لا بالشحنة الحمراء الغبية دي، المهم كله تمام وكلنا سلام، وبدل ما نهرب أنا بفكر أشتري لصاحب العربية عربية جديدة زيرو، هل الموضوع ده شايفاه منطقي؟ الأم ردت عليه بكل صراحة وقالت له بالنسبة إلك أنت وأفكارك المجنونة أما بالنسبة لي أنا كنت هادي ماتور وأجري وأهرب من المكان فورا. الوقت بدأ يسرقهم والملل بدأ يشتغل. جيمي قال أنا بدأت أتعب قوي يا جدعان، هروح أخد قيلولة في الخيمة اللذيذة بتاعتنا في قلب جراج الإسمنت ده. آي الأرض ناشفة وبتوجع الظهر قوي، الموضوع ده بيفكرني بأيام تحدي الصحراء. تصدقوا من ركوب لامبورجيني ب$200,000 لنومة في خيمة وسط عوادم العربيات في الموقف. وعشان يقتلوا الملل كريس قرر يعمل لقطة أكشن وجري ونط نطة بهلوانية من فوق سقف اللامبورجيني. جيمي صرخ وقال يا مجنون دي حركة صايعة بس تخوف. وبعدها غريت جه يقرب من العربية. جيمي طرده وقال له بس يا غريت انت عملت انبعاج هنا، مش عايزين انبعاج تاني في الناحية دي. بصوا يا جدعان اخر واحد هيخبط عربية الليلة دي هيكسب $10,000. وفجأة غريت غفلهم وخبط في زجاج العربية تاني. جيمي صرخ فيه وقال اطلع بره العربية حالا، العربية دي خلاص طلعت لك قرار منع اقتراب ومش مسموح لك تقرب منها لمسافة 1000 قدم. جيمي بص للكاميرا وقال بقالي 24 ساعة محبوس في الموقف ده مستني صاحب العربية المصدومة عشان نديله تحدي $10,000. أنا عمري في حياتي ما شفت حد مبسوط وطاير من الفرحة عشان عربية اتخبطت زي كده. الشباب كلهم كانوا مخضوضين ومش عارفين يعملوا ايه عشان المحتوى والفيديو يطلع مظبوط. وانا اول ما الحادثة حصلت قعدت اقول شكرا ليك يا رب المصلحة جت من عندك. وفي وسط القعدة دي جيمي اكتشف ان تشاندر عمره في حياته ما داق حلويات التوينكيز. جيمي حدفله واحدة وقاله دوق دي يا بطل. تشاندر داقها وعينيه وسعت وقال يا نهار
نهار ابيض، دي احسن حاجه دقيتها في حياتي. جيمي ضحك وقال بس شيلوا البتاع ده من قدامنا، ده مليان سعرات حراريه وهيبوظ لنا الدايت، ارميه في الزباله يا ابني حالا. واخيرا يا جدعان، وبعد طول انتظار فرجت، صاحب العربيه ظهر وبان وماشي في الجراج مستغرب من شله المجانين اللي معسكرين جنب عربيته. جيمي مكدبش خبر، جري عليه وقال له يا سيدي المعلمين، بقول لك ايه، هي دي عربيتك؟ بص صراحه كده ومن غير لف ودوران، واحنا بنطلع بالشحنه الحمراء دي غفلنا وخبطنا عربيتك وخدشناها، خدش مظبوط. لا فكك، ده مش مقلب كاميرا خفيه ولا حوار، احنا يوتيوبرز وقاعدين مستنيينك هنا من الساعه 10 الصبح عشان كنا حاسين بالذنب ونفسنا نراضيك. الراجل بلم وعينيه طلعت لبره وقال نعم بتتكلم جد؟ جيمي كمل رغي وقال له والله بتكلم جد، احنا حاولنا نرد الانبعاج كده وكأن مش حاصل حاجه، بس برضه مش مرتاحين، فقلنا نديلك تعويض يظبط الكلام. تفضل، دول 9000 دولار كاش في ايدك، كان معانا 10 والله، بس دفعنا 1000 دولار رسوم ركنه في الموقف ده. الراجل مش مستوعب وبص للفلوس وقال له مستحيل يا جدعان، العربية كلها على بعضها متساويش المبلغ ده أصلا. جيمي قاله يا عم ولا يهمك، خدهم تستاهلهم عشان تروح تشتري عربية جديدة زيرو وتقفل الصفحة دي، احنا دمرنا لك عربيتك ولازم نتحمل النتيجة. الراجل فضل ماسك الفلوس ومحرج جدا وقال صراحة أنا مش عارف أقول إيه، وأنا مش غاوي فلوس ومش حابب الموقف. طب ده معناه إن شكلي هيطلع على يوتيوب والناس كلها هتشوفني؟ أنا مش من النوع ده وبجد مكسوف. جيمي طمنه وقاله يا باشا فكك ومتشغلش بالك خالص، احنا عشنا يوم مظبوط هنا والتخييم كان متعة. الراجل ضحك وقاله خلاص يا عم، انتوا تيجوا تخبطوا عربيتي في اي وقت تحبوه وانا هركن في نفس المكان بكرة مستنيكم. جيمي ضحك وبص للكاميرا وقال يا شباب اللي عايزني اخبط عربيته يقول لي في الكومنتات فورا. ولف لجارد وقال له روح يا جارد بوس راس الراجل واعتذر له وبسسس اطلع بره ومتشوفش وشك جنب عربيات الناس تاني. الراجل ركب عربيته المخبوطة وجيمي ودعه وقال الحمد لله العربية لسه بتتحرك وما خربتش خالص، مع السلامة يا صاحبي. يا ترى بقى هيعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ جيمي واصحابه لموا كراسي التخييم واكياس النوم بعد 7 ساعات مرمطة في الجراج، وركبوا الوحش اللامبورجيني وطلعوا بيها على معرض السيارات تاني. جيمي بص للكاميرا وقال بكل صراحة بصوا يا جدعان، انا هاخد العربية دي وارجعها المعرض وابيعها ليهم تاني، انا صراحة مش عايزها. سواق عربية بتعمل اكتر من 200,000 دولار، دي حاجة تجيب التوتر والعصبية وتوقف الدم. انا افضل انفاق الفلوس دي في فيديوهات تانية واعمل بيها حاجات خير وتساعد الناس بجد. وعشان اكون واقعي معاكم بنسبة 100%، الناس اللي بتصاحبني عشان بس بركب لامبورجيني وبتشيك بيهم، انا مش عايز صداقتهم ومش ناقص منظرة وما عنديش اي اهتمام بعربيات الفشخرة دي. تشاندر حب يرخم عليه وقاله يعني انت مش عايز صداقتنا احنا كمان عشان بنحب اللامبو؟ يلا سلام اشوفك بعدين. جيمي ضحك وقفل الفيديو وقال زي ما شفتوا يا جدعان، انا بقيت مشرد رسمي على الحديدة، ارجوكم ادخلوا على قناة عمرانكو والاشتراك في القناة، شكرا لكم. ده كان فيلم النهاردة، لو استمتعت اضرب اللايك واشترك في عمرانكو عشان اللي جاي اقوى. قولولي في الكومنتات ارشح لكم ايه الفيديو الجاي، نتقابل في مغامرة جديدة. سلام.